عندك مكرونه سباكيتي يبقى عندك كنز في البيت، هنعمل بيها حاجه اولادنا كلها بتعشقها وبتشتريها من بره غالي جدا. يلا بينا نشوفوا ايه الحاجه دي. بس لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تنورنا بالاشتراك واللايك من ايديكي الحلوه. شكرا على الناس اللي سالت عليا ودعيت لي دعوه حلوه كده من قلبها. ومعلش على الغيبه الطويله، بس والله غصب عني. حماتي توفاها الله ومعرفتش انزل فيديوهات خالص. عايزه اقول لكم الفيديو ده والله من ساعه حماتي كانت في العنايه. عايزه اقول لكم هي قعدت 17 يوم في العنايه وكانت تعبانه جدا. وربنا رحمها ويغفر لها يا رب وسامحها. ما عملتش حاجه وحشه معانا خالص والله وربنا رحمها. يلا بينا نشوفوا ايه النهارده الطريقه اللي احنا عملناها. وعايزه اقول لكم اولادي عشقها بجد بيعشقوها جدا. انا من ضمنهم بحبها جدا. هو الاندومي، عملت الاندومي في البيت النهارده بالمكرونه الاسباجيتي. بس عاملها بقى بتكيه كده بسيطه جدا. بتخلي الطعم بجد في حته تانية خالص. يلا بينا نشوفوا اول حاجه عملنا ايه. ميه غلت معايا وبعد كده جبت نص كيلو من المكرونه اللي هي الاسباجيتي، وقطعت المكرونه الاسباجيتي نصين. وبعد كده هسلقها يعني سلق عادي خالص زي ما بتسلقيه اي نوع مكرونه. هنا بقى بعد ما سلقتها وصفيتها عندي هنا كويس جدا. اتخلصت من الميه اللي هي فيها ماده من النشا، مش عايزينها دي خالص. وجبت هنا ميه جديده هسيبها تغلي اصلا. بصراحه مش عندي الكاتل اصلا بتاعي باظ. وصراحه ما فكرتش ان انا اصلحه اصلا. بس هنا جبت بقى ميه هنا بتبدا خلاص هتسخن معايا. هتضيفي عندك بقى هنا المكرونه هترجعيها تاني اللي هي المكرونه الاسباجيتي. طبعا هنا بقى هتجيبي بقى التوابل بجد، توابل حلوه قوي وصحيه في البيت، اللي هي التوابل بتاعت اللي احنا بنجيبوها عامه ونحطها في الاكل. وعايزه اقول لكم الاندومي ده الاولاد بتاعت يعني اولادي فرحوا بيه جدا جدا. وصحي جدا غير اللي بره. احنا ضامنين احنا عاملين ايه في البيت. عندي يلا بينا نشوف توابلنا عباره عن ايه. توابل عباره عن كفته بتاعت فراخ او كفته، توابل كفته او توابل فراخ او توابل لحمه. الطعم اللي انت حباه هتحطيه. حطيت هنا بقى توم باودر على بصل باودر شويه كده من البابريكا المدخنه ومعلقه كده من الملح. وتقلبيهم هنا. وهم انا حطيت بصراحه توابل. عندي توابل الكفته بجد كان طعمها خطير جدا. طبعا الاولاد كانوا جايبين اهو. طبعا هنا حطيت كده يعني زي ربع كده معلقه من الكركم او الكاري يدي اللون الاصفر الجميل اللي انتوا هتشوفوه في الاخر. حاجه كده اللهم بارك. وريحته بجد كانت خطيره جدا جدا. وشايفين بقى المكرونه عامله ازاي. جميله قوي قوي. عايز اقول لكم ما شاء الله النص كيلو ده عمل معايا كميه حلوه قوي. والمكرونه اصلا بتضعف زي ما انتم شايفين. بصوا بقى الميه بتاعته خفيفه مش تقيله اللي هي فيها ماده من النشا. طبعا انا هنا حسيت صراحه الميه بتاعتها يعني قليله، رحت غليت حبه كده. ورحت ايه مزوده الميه. وبألف هنا وشفا بجد وكان طعمه حلو قوي. والاولاد فرحوا بيه جدا. طبعا تعملي لهم حاجه بقى في البيت صحيه وبلاش بقى الكلام اللي احنا بنجيبوه بقى من بره ومش صحي اصلا. يعني عايزه اقول لكم في ناس كتير عملت له تحاليل وكده طلع فيه نسبه من الدود والله يا جماعه. وبيعمل امراض وحشه وربنا يعافينا يا رب اللهم امين. وما تنسوش دعوه كده لحماتي ربنا يغفر لها ويسامحها. عايزه اقول لكم حماتي دي كانت ستي غلبانه جدا جدا. وكنت بجد انا كنت بحبها. انا عايزه اقول لكم كنت قاعده معاها شهرين في بيتها. كان يعني احنا كنا احنا السلايف كنا كل واحده بتقعد كده ايه يعني اسبوع. وبعد كده هي اللي طلبتني اللي انا اقعد معاها كانت ترتاح لي جدا جدا. وقعدت معاها وربنا رحمها ويغفر لها يا رب وسامحها. طبعا بصوا بقى طريقه الاندومي الجميل ده. شايفين بقى الشوربه عامل ازاي ولا اللون بقى والجمال حاجه كده اللهم بارك. الاولاد بقى كانوا واقفين ومستنيين يلا يلا. وبصوا بقى شايفين بقى المكرونه عامله ازاي حاجه كده اللهم بارك. ما تنسوش تجربوه بقى في البيت بجد اولادكم هتحبوه جدا جدا. وما تنسونيش تحطوا لي لايك من ايديكم الحلوه. واسيبكم بقى في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله.